ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ده ملخص الحلقة 25 من مسلسل حب على ورق. يا ريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وبتبدأ الحلقة وأوس عمال يرن على لين، بس هي ما بتردش عليه، وبيشوف الورق اللي هي كاتباها وبتقول له أول ما أثبت براءتي مش هتشوف وشي تاني، وبتمنى لك السعادة مع جولي. وبيجي كريم وبيقول له مبروك، ما خسرتش الشغل بس خسرت لين. قال له أنا ما كنتش عايز كده. قال له أنت عارف إن لين ما كانتش هتسرق المشروع أو هتديه لحد، أنت كنت بتدور على حجة تهرب أو تبعد عنها. قال له أنت جاي تساعدني ولا تزود عليا؟ قال له كريم أنت لو عايزني أساعدك اتأسف ليه ويمكن ما تسامحكش. قال له مستحيل أتأسف ليها. قال له الناس العادية لما بتغلط بتعتذر، ولو زعلوا من حد بيحبوه بيفضل وراه لحد ما يصالحوه، لأن ده الحب. وأنت معقد. قال له يعني أنا معقد؟ قال له تبقى كارثة لو ما تعرفش كده. أنت كان لازم ترجع لجولي لأنها هي أكتر واحدة تعرف تتعامل معاه. فكر فيها وبيمشي ويسيبه، بيفضل واقف يفكر في كلام كريم. وهنا جولي بتشوف صورها هي وأوس وتفكر في الكلام اللي هو قاله لها، وفهمت إن أوس بيحب لين. وقتها حست إن أيمن هيضيع منها ولازم ترجع العلاقة ما بينهم. وبيجي أيمن وبتقوله تعالى شوف أنا حضرت لك إيه، عملت لك كل حاجة أنت بتحبها. قال لها أنا مش عاوز حاجة، أنا جاية عشان أنت بعتيلي رسالة وقلتيلي في حاجة ضروري، فلو جايباني عشان نقعد فأنا مش فاضي، عندي ميعاد. صدمت لين من طريقة كلامه وقالت له ميعاد مع مين؟ قال لها مع واحد صاحبي انت ما تعرفوش، وسلام عشان انا مش فاضي. وبتروح وراه تسأله مين صاحبك اللي انت رايح له؟ الله صاحبي في الشغل انت ما تعرفوش. بتقوله لو في مشكلة نتكلم فيها عشان ما تكبرش اكتر. قال لها تزعلي من اللي هقوله، وبيمشي ويسيبهم. وهنا في بيت هالة والبنات متجمعين وعمالين يواسوا دانا، وزيزي بتقول لها عاملة ايه دلوقتي؟ بتقول لها دانا هكون عاملة ايه؟ مجروحة ومخدوعة ومتضايقة. هالة بتقول لها خلاص بقى موضوع وهينتهي مع الوقت. بتقول لهم طالما انتوا جنبي هنسى اي حاجة، بس انا شايلة هم لين. وصوفي بتقول لها دلوقتي لين مرتاحة عشان بانت الحقيقة، سيبوها لوحدها شوية. دانا بتقول لها انا خايفة لا تكون زعلانة مني، وبتطلب من هيلا ان هي تتصل عليها عشان تسمع صوتها. قالت لها ماشي، وبيتصلوا على لين، واول ما بترد عليهم بيبقوا كلهم عاوزين يطمنوا عليها وبيسألوها وصلتي وانت عاملة ايه دلوقتي. وزيزي بتسألها انت امتى راجعة، وصوفي بتقول لها انت بقيتي احسن من الاول. بتقول لهم انا هخلص الشغل وارجع وانا كويسة والمكان حلو قوي هنا. ودانا بتسألها طيب او تكلمك. وزيزي بتبتدي تضايق منها وتقول لها انت لسه بتجيبي لها سيرته. لين بتقول لها ايوه اتصل وما ردتش عليه. دانا بتقول لها يمكن عاوز يتأسف. بتقول لها هالة لا احنا مش عاوزين منه انه يتأسف، هو يقلل ادبه وما يحترمهاش ويجي يتأسف، لا مش عاوزينه. وبتقول لها لين عمتي عندها حق. بتقول لها هالة انتبهي على نفسك. وبتقول لهم انا مضطره اقفل لان بتكون في دار الايتام، والاولاد اول ما يعرفوا ان هي جت بييجوا يحضنوها وبيفرحوا ان هي جت. وهنا فراس والمحامي بيديله الورق اللي كان طالبه منه، وبيقول له بعد اللي عملته مع اوس والخساره اللي خسرناها مستحيل نقدر نكمل المشروع لان مفيش فلوس. وجبت في سيرته وبيكون اوس بيتصل عليه وبيقول له مش انا عرفت ان انت سرقت التصميم بتاعي ونزلته في السوق؟ بيقول له طيب كويس انك عرفت، وانا كمان ممكن افاجئك. بيقول له اوس بس هما ما عرفكش ان المشروع بتاعي لسه ماشي؟ يا فراس بطل وساخة وافهم اللي انت بتعمله ده مش هينفعك. قال له مين قالك كده؟ هو مش انت ولين سبتوا بعض ولا انا متهيألي؟ بيتعصب اوس عليه لانه جاب سيرة لين وقال له عشان خاطر العيش والملح انا هعرض عليك عرض. انا عارف انك بتمر بأزمة، بيع لي شركتك وانا برتاح منك، كده يبقى معاك فلوس، تشتغل بعيد عني، ده احسن اختيار. قلت ايه؟ بيقول له فراس انت لسه ما تعرفنيش، انا عندي خيارات كتير وجوابي ليك لا مش هبيع. قال له ماشي زي ما انت عاوز، بس انا بوعدك انك مش هتشتغل مرة تاني. تعرف ليه؟ لان انا هحاربك بنفسي. وبيقفل السكة في وشه وبيتضايق فروس. والمحامي بيقول له كان لازم تقبل بالعرض، احنا ما قدامناش حل تاني. قال له لا فيه، احنا لازم نكمل المشروع، بس ما حدش قال ان احنا لازم نلتزم بالموارد اللي هم طالبينها مننا. المحامي بيقول له لو حد لاحظ احنا هنروح في مصيبة. قال له ايه اللي هيحصل؟ هيرفعوا علينا قضية ونفلس، احنا كده كده في أزمة، خلينا نكمل للآخر، مش هيحصل حاجة. وبيمشي ويسيبه. وهنا بيتعصب أوس من فروض وبيدخل عليه كريم وبيقول له في ايه؟ بيقول له أوس لازم أنا ادمر فروض واعرفه ازاي يتحداني. بيقول له ليه؟ ما هي الشركة خلصت الموضوع وانت كسبت المشروع. قال له كسبت بس فين لين؟ انا خسرتها. بيفرح كريم ان أوس فتح قلبه ليه وبيقول له قوم خلينا نتمشى شويه ونتكلم بره الشركه. وهنا مروان كان بيكلم المحامي وبيقول له ان البنت اللي ماسكه القضيه اعرفها، هي صاحبه لين، يعني القضيه بالنسبه لها مش عاديه،
ده موضوع شخصي. وبتكون جمانة بتدور عليه وبتسمعه وهو بيتكلم، وهو بيقول للمحامي لو حد عرف أنا هنتهي، مش هيبقى ليا عين أبص في وش ابني، وحتى جمانة مش هتسامحني. وبتكون جمانة سامعاه ومش فاهمة، وبيقول له لو اتكشف السر ده أنا هيتخرب بيتي. جمانة بتشوفه وهو بيحط ورق القضية في الخزنة، وبيقول للمحامي انت لازم تشوف لي حل في الموضوع ده. وبنشوف اوس وكريم وهما في المطعم، وبيقول له كريم ان لين غيرته كتير، بس اللي لازم تعمله ان انت تتصل عليها وما تقولش ينفع او مينفعش. قال له اتصلت عليها بس ما ردتش عليا، مع اني كنت هقولها على عرض حلو. قال له عرض ايه؟ عرض جواز؟ خلاص قررت؟ قال له لا، عرض شغل، فرصة ليها. قال له يعني انت عاوزني اتصل على خطيبتك اللي انت سايبها او هي سابتك وشكيت فيها، بدل ما تقول لها يا حبيبتي انا اسف، عاوز تعرض عليها عرض شغل؟ بيقول له ايوه، فاكر الاوتيل اللي اخده مننا فراس؟ انا هرجعه. عرفت ان فراس عنده مشكله في الفلوس، فالمشروع ده هيرجع ليا. قال له يعني انت تجري ورا فراس بدل ما تجري ورا لين؟ قال له لين ساعدتني في المشروع وقدمت فكره حلوه. وبيقول له كريم ولين هيفرق معاها الموضوع ده دلوقتي؟ قال له مش عارف، احاول افرحها. وبيسأله هي ممكن تفرق معاها؟ قال له انا بس عاوزك الاول تروح لها وتتاسف ليها. قال له مش عارف اعمل ايه، اجيب لها هديه؟ طب ساعدني انت، ولا اجيب لها فستان لان هي ما بتحبش المجوهرات؟ حلوه الفكره دي، ايه رايك؟ وهنا لين بتكون بتحكي قصه للاطفال اللي في الميتم قبل ما بيناموا، وبتقول لهم عرفتوا معنى القصه، ان مهما حصل معانا ما ينفعش نفقد الامل، لان الحياه حلوه. ودلوقتي لازم تناموا احلام سعيده. وبيناموا الاولاد وبتفضل واقفه في الشباك تفكر في كلام اوس. وهنا أوس قاعد في المطعم مستني مستر عدنان، وأول ما بيجي بيسلم عليه وبيقول له اتفضل ومتشكر جدا إن أنت جيت واديتني من وقتك. قال له معقول ما جيش؟ طمني عليك وعلى خطيبتك. قال له الحمد لله. وتشرب إيه؟ مستر عدنان بيقول له زعلت من اللي حصل لما عرفت إن التصميم اتسرق، صعب لما حد يسرق شغلك. قال له الحمد لله عدت على خير، بس لو عرفت مين اللي سرق التصميم بتاعي هتتضايق قوي. قال له حد أعرفه؟ مين؟ قال له فراس الزيات. وكان مستر عدنان مستغرب من اللي بيقوله ومش مصدق، وبيقول له أوس أنا عايز أتكلم معاك بكل صراحة. فراس مش هيقدر يكمل المشروع بتاعك لسببين. أول حاجة عنده أزمة مالية، ووصلت لي معلومة إن هو بيستخدم مواد عادية لأنها رخيصة وغير مطابقة. وبيقول له أنت عارف إن ثقتي فيك ملهاش حدود، بس لازم أقول لمجلس الإدارة لازم يكونوا عندهم أدلة توقع فراس. وبيقول له أوس وأنا هجيب لك الأدلة في أقرب وقت. قال له أول ما توصل للأدلة هقول لمجلس الإدارة والمشروع هيرجع لك، وهطلب منك حاجة صغيرة. بيقول له إيه هي؟ بيقول له تصميم الأوتيل يكون للين، البنت شاطرة ويتوثق فيها. قال له أنا بالنسبة لي ما عنديش أي مانع، أنا بحب لين واللي عملته معايا مستحيل أنساه لما شفت عندها موهبة وإصرار، ومن الأهم من كل ده إن هي إنسانة كويسة. قال له معاك حق. وبنروح لأيمن اللي بيبقى سكران ورايح بيت جمينة، وبتقول له ايه ده؟ انت ايه اللي حصل معاك؟ انت سكران؟ من امتى وانت بتشرب كده؟ بيقول لها من دلوقتي انا هعمل كل حاجه ما كنتش بعملها لاني ما كنتش بعمل. شوفي ايه اللي حصل ليا. بتقول له انا مش فاهمه منك حاجه، ما تخوفنيش عليك. بيقول لها ما تخافيش، من دلوقتي كل حاجه هتتغير. بتكون جولي خايفه من اللي ايمن بيقوله وبيمشي ويسيبها. بنروح لأوس اللي رايح بيت لين عشان يعرف هي فين، وصوفي بتفتح له وبيقول لها ممكن ادخل؟ بتقول له اتفضل. وبيدخل كل بيبقى مستغرب، وبيسأل على لين وبيقول لهم انا بحاول اتصل عليها وما بتردش عليا. زيزي بتقول له ان هي مش هنا ويا ريت تفهم ان هي مش عاوزه تشوفك. بيقول لهم طيب ماشي، بس اي حد ممكن يديها لي، عاوزه اتكلم معاها في موضوع مهم. وصوفي بتقول له ان هي مش هنا ومهما تتصل عليها هي مش هترد عليك. وبيقول لهم طيب انا هفضل هنا لحد ما ترد عليا. وبتيجي هالة وبتقول له انت بتعمل ايه هنا؟ ليه مش راضي تبعد عن لين؟ وعايز ايه منها تاني؟ بيقول لها انا عارف ان انت عندك حق، بس انا لازم اتكلم معاها في موضوع مهم. بتقول له هي وقت ما تكون عايزة تتكلم معاك هتتصل عليك. بيقول لها ماشي وبيمشي. وهنا دانا بتبقى ماشية في الشارع وبيروح لها فراس وبيقول لها بعد إذنك اسمعيني، أنا عايزة أوصل للين عشان أصالحها، عاوزك تساعديني. بتقول له على مكانها وبتقول له أنت ما سمعتش حاجة مني وأكن العصفورة هي اللي قالت لك. وبيكون مبسوط إن هو عرف مكانها وبيرجع على عربيته عشان يروح لها. وهنا جومانا وكنان بيديها القهوة وبيقول لها خدي عشان تروقي أعصابك، وبتقول له مش راضية ترد. بيقول لها مين؟ بتقول له سكرتيرة مروان. وبتقول لي كنان أنا سمعته امبارح وهو بيتكلم وبيقول صغيرة ومليانة طاقة، ولو حد عرف بالموضوع هيتخرب بيتي. وبتبقى عمالة تعيط ومش عارفة تعمل ايه. وبيجي مروان وبتشوف جمانة متشيك على الآخر،
وبيقولها في ايه يا جمانة عمالة تبص عليا ليه كده، وبتقرب منه وبتقوله مبين النهاردة انت صغير ومليان طاقة، وبيقولها شكرا. بس هي بتبقى قصدها على الكلام اللي كانوا بيقولوا في التليفون امبارح، وبتسأله عن أمل السكرتيرة وبيقولها إن هي خلاص هتسيب الشركة لأنها تسافر مع جوزها. وجمانة بتتضايق لما بتعرف إن كده مفيش حد هيديها معلومات عن مروان، ومروان بيقولها أنا لازم أروح الشركة دلوقتي وبيمشي ويسيبها. وبتقول لكنان أعمل إيه دلوقتي، مين اللي هيجيب لي أخبار مروان؟ وهنا كنان بيقولها أنا عندي فكرة حلوة، انت ممكن تختاري السكرتيرة الجديدة وكده هتكون تحت ايديكي وهتقولك كل اخبار مروان. وبتفرح بالفكرة. وبنشوف هنا كريم وياسمين في المكتب وبتقوله ياسمين ايه رأيك نتعشى مع بعض النهاردة؟ بيفكر في كلام صوفي لما كانت بتقوله لو طلبت منك انك تتعشوا بره ما توافقش على طول، وبيرجع يقولها يا ريت بس انا مش فاضي النهاردة. وياسمين بتبقى مستغربة من ردة فعله. وهنا جمانة بتدخل على المكتب مروان وبتبدأ تدور وراه وبتشوف هو مخبي ايه عنها، وما بتلاقيش حاجة وبتفتكر ان هو مخبي حاجة في الخزنة. بتحاول تفتحها بس ما بتعرفش، بتنادي على كنان وبتقوله افتح لي الخزنة دي دلوقتي حالا. قال لها انا ما اعرفش الرقم السري. قالت له انت لازم تفتحها لي، انا عاوز اعرف ايه اللي مخبيه عني وهو بيخوني مع مين. وهنا لين بتبقى في حديقة دار الايتام وبتهتم بالورد، وبيوصل لها اوس وبيشوفها وبيقول لها اخيرا لقيتك، ده تالت دار ايتام ادور عليكي فيه والحمد لله. اول ما بتشوفه بتاخد بعضها وبتمشي وبيروح وراها وبيقول لها ممكن تسمعيني عاوز اتكلم معاكي، وما ترضاش تسمعه. وبتقول له انا هربت منك هنا وجاي ورايا برضو. بيقول لها انا لو معايا كلبشات كنت حطيتها في ايدي، بس زي ما انت شايفه ايدي عامله ازاي. وبتقول له انت ايه مشكلتك معايا، انت عاوز مني ايه؟ قال لها انا عاوزك انت. وبتنتهي حلقتنا على هنا. يا ريت لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك في القناه.